المكرونه بالجمبري وجمالها، واللي بيحب يقزقز كده زيي هتعجبه قوي الطريقه دي. بقص الشنب الطويل كده بالمقص وبدخل الخله في الظهر عشان اسحب كيس الرمل، وبغسله كويس بملح وخل وبعدين اصفيه عشان ابدا اتبله. عصير ليمونتين، ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، ونص معلقه من الثوم المهروس، وهغطيه واقلبه كويس واسيبه في التلاجة لمده ساعه. عشان اجهز صلصه المكرونه، معلقه صغيره من الثوم في معلقتين زيت وهقلبهم تقليبه، وبعدين احط عليهم الطماطم وهنزل بمعلقه كبيره من الصلصه وهسيبهم يتسبكوا. بعد ساعه هحط الجمبري في حله وهنزل عليه بطماطمايه متقطعه نصين، بصل متقطع مكعبات، فلفل اخضر متقطع مكعبات، ومعلقه صغيره من الهريسه الحاره. هزود شويه ملح وفلفل اسود وورق لورا وهغطيه وهحطه على النار، تقريبا بياخد 10 دقايق بالظبط. وفي النص كده بطلع الحله وبرجها رجتين وبعدين احطه على النار تاني، وبعد 10 دقايق بحط عليه نص كوبايه من الميه المغليه عشان يزود الصوص بتاعه، وبعدين باخد من الصوص ده احطه على صلصه المكرونه لان ده اللي بيدي الطعم. هزود عليها ملح وفلفل اسود، وكده صوص المكرونه الرهيب ده بقى جاهز معايا واخد من طعم الجمبري. بكون بقى سلقه مكرونه شرايط واخده من الميه بتاعتها نص كوبايه كده على جنب عشان لو احتجتها في تخفيف صلصه المكرونه. هقلب المكرونه على النار مع الصلصه، ولو احتجت اخففها بزود الميه. هحطها بقى في الطبق وعليها شويه بقدونس كده للتزيين، وبجد دي احلى طريقه باكل بيها الجمبري والمكرونه. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم.